الاهلي بيكسب الزمالك 4 ويأكد استحقاقه للدوري المصري، وده طبيعي جدا اللي حصل النهارده. لكن المشكله مش في كده، المشكله في الماتش النهارده في الزمالك، ما كانش في الاهلي خالص. لان الاهلي ما عملش اي مجهود يذكر ان هو يكسب الماتش. يعني كان الماتش اسهل من السهوله، لدرجه ان في اوقات في الماتش كانت لعيبه الاهلي بتدي الكوره للزمالك، بتغلط غلطات ورا دفاعيه وتبازلهم الكوره وبتعمل ميس باص مش طبيعي، كان الزمالك بيديها لهم برضه. فكك من كل ده، انا عايز اعرف اوساريو بتاع الزمالك ده كان محضر للماتش ولا لا؟ ما هو مستحيل انا واحد احضر لماتش ولاعب شيكابالا هاف واحط زيزو وابراهيم نضاي وفتوح في نص الملعب، كل جوان الاهلي الاربعه جايين من نص الملعب. طب ازاي انت واحد مدرب بتلاعب الاهلي ومحضر ماتش ومعاك وقت تعمل حاجه زي كده؟ انا بس عايز حد يفهمني. الاهلي ما كسبش الزمالك، هو الزمالك اللي خسر. هو كده كده الاهلي كان هيكسب،